أنا حبيت أعز أصحابي واتجوزنا، ومع هوجة الطلاق الكتير انفصلنا، وكان على اقتناع مني أكتر منها في البداية. بعد مرور 6 شهور على طلاقنا أقدر أقول لكل راجل لسه متجوز 20 نصيحة علشان ما يكررش غلطتي. دي قصة حقيقية لزوج مطلق وبينصح كل واحد قبل ما يفكر يطلق. بيقولك إيه؟ ما تبطلش تعاكسها، وما تبطلش تقولها كلمة حلوة، ما تبطلش تخرجها وما تفتكرش إنك ملكتها بمجرد جوازك منها. ما تبطلش كلامك الحلو هو مش حصر للخطوبة والصحوبية بس. احمي قلبك وما تكبرش، ما تعلقش، ما تقولش لا هبطل أعمل كذا أصل اتجوزت. أجبرتكش إنك تكبر، إنك اللي بتمنع نفسك من الحياة. ما ترميش مشكلتك على شريكة حياتك، وقع في حبها مرة تانية وكمان مرة، وما تقولش خلاص حبينا بعض وعرفت عنها كل حاجة يلا نتجوز، أعرفها أكتر، أدخل في حياة تفاصيلها الحلوة أكتر، أحبها أكتر، تفاصيلها الوحشة وتقبلها، أختارها في كل مرة. عقلك الذكوري بيقارن بينها وبين أي شخصية في أحلامك لأن ده الواقع، لكن أنت لما بتقرب منها وبتعرف تفاصيلها ده حاجة تانية. شوف الحلو وحبه، وبين إنك بتحبه، وقول إنك بتحبه، أو بمعنى آخر قدرها. مش شغلانتك ولا مطلوب منك إنك تغيرها للأحسن أو اللي أنت شايفه أحسن. ما هو هتحبها زي ما هي وتاخدها وتتجوزها وتغيرها، فما حبتهاش هتطلقها وتسيبها وتدمرها وتقنع نفسك إن أنت مجني عليك يا عيني. تحمل مسؤولية. يعني عشان أنت مش متجوز أمك بتحبك حب غريزي، فتعمل المستحيل عشان تشوفك مبسوط. مراتك مش أمك، مش مسؤوليتها لوحدها إنك تخلي البيت وسيادتك سعيد. عصبيتك مشكلتك، انشف وتحملها، ما تطلعهاش عليها. حكمة ما تعلمتهاش إلا متأخر. لما مراتك تتضايق تتخنق يحصل مشكلة وتتكلم معاها عليها، يعني اديها مساحتها تتكلم وتشتكي وتعيط، وما تطلعش السلاح وتقرر تحل كل المشاكل. هي مش صغيرة، هي لو عايزة تحل هتحل، هي عايزاك تسمعها بس. اضحك. بيقولوا سر سعادة البيت في الست، لا، سر سعادة البيت في حجم الابتسامة اللي هي مش شريكة حياتك، دي بتقيس مدى رجولتك في بيتك. فاضحك. الضحك موعد يا جماعة. اتعلم لغة حبها ليك. يعني مثلا بتحب اسم دلع معين، كرره ليها. بتحب الأكل، بتحب الورد، بتحب أي حاجة، بتحب اللعب، بتحب البلاي ستيشن، شوف بتحب ايه واعمل مجهود انك تعرفه. خليك موجود. أصحابك هيتجوزوا وقعدة القهوة كل يوم هتبقى مرة في الشهر هي اللي باقية وموجودة. ما تبقاش مش واقعي. المشاكل بينكم هتحصل، ولا هي نكدية وزنانة ولا انت صح والحق معاك. لما تحصل مشكلة ما تسيبهاش تتراكم، حاول تفصل بين مشاعرك وبين السلوك اللي زعلك. اديها مساحة تتنفس، تخرج مع أصحابها، ما تحولهاش لكائن بيتوتي. لو هي بتحب الخروج ولا تجبرها تعزم أصحابك كل يومين في بيتها. لو هي مش بتحب لمة الناس الكتير خليها تتنفس. مش هيحصل حاجة لو عيطت في حضنها، مش هتقل منك ولا هتزلك عليها في أول خناقة بينكم. زي ما انت بتعمل هي هتحترم لحظات ضعفك اللي انت مش بتحترمها. ملعون أبو الفلوس. اتجوز بالمبدأ ده وحياتك هتبقى رائعة. لو عينها مليانة بعزق الفلوس عليها وعليك، الكفن مفهوش جيوب. سامح عشان انت ليك غلطة تتمسك عليك في يوم من الأيام، وهي احتراما لمسامحتك ليها هتسامحك وتمشي المركب. ده لو انت راجل فعلا سوي. الحياة مش جنس بس. تأكدوا ان العشرة والحب بتخليكم تقبلوا بعض، والكلام عن الجنس بينكم وبين بعض مش عيب، بالعكس ده مطلوب وبشدة. احضنها، بوس راسها، وما تحسسهاش ان اي حاجة بتطلع منها تافهة او قليلة. 3 قوانين احفظهم: احضنها وبوس راسها وما تحسسهاش ان اي حاجة بتطلع منها تافهة او قليلة. دايما اختار الحب، مش رومانسية فارغة، بس الحب هو اللي بيمشي المركب في الحياة البائسة دي. لا كرامتك ولا غرورك ولا إحساسك إنك دايما صح، كل دي حاجات بتتهدم إلا الحب. كل اللي حواليك بيشتكوا من الجواز، دي حقيقة، وانت بتعمل زيهم، بس ولا واحد فيكم هيقدر ولا هيتجرأ على الطلاق. وببساطة لأننا جميعا أنصاف حياة من غير نفصلها التاني. وزي ما قلت كنت أتمنى حد يقول لي كده قبل ما أخسر صديقة عمري وحب حياتي،
بس النصيب والقدر وحاجات كتير عملتها أستحق عليها اللي حصل. خسرت حاجات كتير حلوة صعب تتعوض. يا ريت تفكروا 1000 مرة قبل اتخاذ القرار الصعب ده، اللي بتبقى فاكر إنك نهيت المشكلة والحقيقة إنك بتمشي أول خطوة في طريق المشكلات، والوقت والمجهود اللي بتبتدوا بيه في قصة جديدة لو عملته في حياتك أحسن بكتير قوي قوي من إنك تنفصل وتريح دماغك. دي قصة حقيقية وحبيت أنقلها لكم بكل الكلام اللي قاله، علشان خاطر كل واحد يفكر كويس قوي في بينه وبين نفسه، ويحاول يصلح من نفسه من علاقته مع مراته أو زوجة